أول شيء عندي هنا صدر دجاج، وبهرته نص ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة أوريجانو، نص ملعقة صغيرة بودرة البصل، وفص ثوم واحد. إذا عندكم ثوم باودر حطوا نص ملعقة صغيرة ثوم باودر، وملعقة زيت زيتون، وشوية ملح. وعندي هنا تقريبا كوبين ونص خس، عندي حبة تفاح، وعندي نص كوب لوز محمصتنا، شايفين كيف؟ عندي نص كوب بقدونس، وعرقين من البصل هذا 2، وعندي ربع كوب زبيب. الحين الزبيب ليبة ممكن يستغني عنه، بس هي إضافة جميلة جدا للسلطة. وللصوص 3 ملاعق كبار مايونيز، ملعقة خردل، ملعقتين زبادي، وخذوا زبادي ثقيل اليوناني، أو يعني يكون ثقيل ما يكون خفيف، و3 ملاعق كبار عصير ليمون، وملح وفلفل أسود، فلفل أسود نص ملعقة صغيرة، والملح حسب الرغبة. يلا هي فلنبدأ العمل. انزين، الله يسلمكم. أول شيء رح نحط صدر الدجاج نقليه شوية. خلاص جي دجاجتنا صارت بيرفكتو. ونخلط الصوص، حطيت الروب والمايونيز والخردل والليمون والملح والفلفل الأسود، ونخلط كل الشيات. تعال إلى هنا. اللي ما يبي يحط الزبيب يضيف هنا ملعقة عسل، أنا ما ضفت العسل عشان عندي زبيب. انزين، دجاجنا صار جاهز، قطعته نفس ما تشوفوا مكعبات. حنحط عليه الخس والتفاح والزبيب، البصل والبقدونس واللوز. ما رح أضيفه كامل، رح أحط خلي شوية للتزيين. وأخيرا رح نحط عليه الصوص ونقلب. وشي الله يسلمكم، سلطتنا الرائعة صارت جاهزة. تجنن. يا سلام يا سلام، هاي حقي ما بخلي حد ياكل منها. وآخر شيء اللي أقولها حقي، ياخذوه ياكلوه يا دوبني يطلع لي لقمة ولا لقمتين. شو تجي؟ يا سلام. وبس كذا، ودمتم سالمين.